أهلا بيكم جميعا. موعدنا النهاردة مع شرح جديد وموضوع بنتعامل معاه كل يوم تقريبا، علم السخونة والبرودة. هنغوص مع بعض في تفاصيله عشان نفهم إزاي الحرارة بتتحرك وبتأثر في كل حاجة حوالينا. بس قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو المحتوى عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك. خلينا ندخل في الموضوع على طول بلغز كلنا بنقابله في المطبخ. ازاي بنقدر نمسك ايد الحلة وهي على النار من غير ما نتلسع، في حين ان الحلة نفسها ممكن تكون بتغلي؟ ايه السر وراها؟ عشان نقدر نحل اللغز ده لازم نرجع خطوة لورا ونفهم أصل الحكاية. لازم نفهم الأول يعني إيه طاقة حرارية، أو اللي بنسميها ببساطة الحرارة. هي إيه بالظبط؟ ببساطة شديدة، الحرارة دي مجرد طاقة بتخلي الحاجة سخنة. والأهم من كده إن الطاقة دي مش ثابتة في مكانها، دي دايما بتتحرك. والقانون بتاعها بسيط جدا، دايما بتمشي من المكان السخن للمكان البارد، بالظبط زي المية اللي بتنزل من مكان عالي لمكان واطي. الحرارة بتعمل كده برضو. تمام. عرفنا إن الحرارة بتتحرك، طيب إزاي بقى بتسافر من مكان للتاني؟ يعني إيه هي وسائل المواصلات بتاعتها؟ خلينا نشوف. واحدة من أهم وأشهر الطرق دي هي اللي بنسميها التوصيل، والفكرة هنا بتعتمد على التلامس المباشر. تخيلوا معايا إن جزيئات المادة دي واقفة في طابور لازقين في بعض. لما أول جزيء يسخن بيبدأ يهتز ويتحرك فيخبط في اللي جنبه، فاللي جنبه يسخن ويهتز ويخبط في اللي بعده، وهكذا. الطاقة بتتنقل من واحد للتاني زي ما تكون بتوقع صف دومينو. الكلام النظري ده جميل، بس مفيش أحسن من التجربة عشان نشوف الكلام ده بعينينا. في تجربة بسيطة جدا لكنها عبقرية في توضيح فكرة التوصيل دي. يلا بينا نتخيل الموقف ده مع بعض. هنجيب قضيب معدني وندهنه بطبقة خفيفة من الشمع، وبعدين نثبت كام دبوس على طول القضيب ده باستخدام الشمع، وفي الآخر هنسخن طرف واحد بس من القضيب ده بلهب شمعة مثلا. دلوقتي السؤال المهم، تفتكروا إيه اللي هيحصل للدبابيس دي؟ هل هتقع كلها في نفس اللحظة؟ ولا هيفضلوا في مكانهم؟ ولا في حاجة تانية هتحصل؟ اللي بيحصل فعلا هو إن الدبابيس بتبدأ تقع، بس مش أي وقوع، بتقع بالترتيب. أول دبوس بيقع هو الأقرب للنار، وبعده بشوية يقع اللي بعده، وبعدين اللي بعده، وهكذا. زي ما تكون في موجة غير مرئية ماشية على القضيب وبتوقعهم واحد ورا التاني. وده بيحصل لسبب بسيط جدا. الحرارة اللي هي الطاقة بتسافر جوه القضيب المعدني، ولما بتوصل عند مكان أول دبوس بتسيح الشمع اللي ماسكه فالدبوس يقع، وبعدين تكمل رحلتها وتوصل للدبوس التاني وتسيح الشمع بتاعه فيقع هو كمان. وده أكبر دليل عملي على إن الحرارة فعلا بتتوصل وبتنتقل عبر المادة. التجربة البسيطة دي بتكشف لنا سر كبير، وهو إن مش كل المواد زي بعضها في التعامل مع الحرارة. في مواد بتحب الحرارة وبتسمح لها تعدي بسهولة، وفي مواد تانية بتقف ضدها. وبناء على كده نقدر نقسم المواد اللي في الدنيا كلها لمجموعتين كبار. مواد بنسميها موصلة للحرارة، ودي عاملة زي طريق سريع مفتوح الحرارة بتجري فيه براحتها. والنوع التاني مواد بنسميها عازلة، ودي عاملة زي حيطة سد بتمنع الحرارة أو على الأقل بتبطئ حركتها جدا. والأمثلة حوالينا في كل مكان. معظم المعادن زي النحاس والألمونيوم والحديد تعتبر موصلات ممتازة للحرارة، وعلى الناحية التانية مواد زي البلاستيك والخشب والزجاج والصوف دي كلها مواد عازلة من الدرجة الأولى. بس الموضوع مش مجرد أبيض وأسود، موصل وعازل وخلاص، لا، ده حتى في فريق الموصلات نفسه في درجات. في مواد موصلة سريعة ومواد موصلة أبطأ شوية. يعني لو عملنا سباق بين النحاس والألومنيوم مثلا، هنلاقي إن الحرارة بتجري جوه النحاس أسرع بكتير. وعشان كده دايما بنسمع إن أواني الطبخ الغالية والاحترافية بتكون معمولة من النحاس، لأن ده بيضمن توزيع للحرارة سريع ومثالي. دلوقتي بعد ما فهمنا قصة التوصيل والموصلات والعوازل، يلا بينا نرجع للمطبخ تاني ونشوف إزاي المعلومات دي هتحل لنا لغز الحلة اللي بدأنا بيه. الحالة اللي بنطبخ فيها كل يوم دي تعتبر تطبيق عملي عبقري للمبادئ اللي كنا لسه بنتكلم فيها. تصميمها الذكي بيستغل خصائص المواد المختلفة عشان يدينا أفضل نتيجة ممكنة. وهنا بقى بيتفك اللغز كله. جسم الحلة نفسه لازم يكون مصنوع من مادة موصلة زي الألومنيوم عشان ياخد الحرارة من النار ويوصلها للأكل بسرعة عشان يستوي. لكن المقبض أو الإيد مصنوعة من مادة عازلة زي البلاستيك، وظيفتها إنها توقف رحلة الحرارة دي وما تخليهاش توصل لإيدينا، فنقدر نمسك الحلة بأمان. يعني الخلاصة كلها في جملة واحدة: اختيار المادة الصح للوظيفة الصح. كل جزء في الحلة اتصمم من مادة معينة عشان يؤدي دوره على أكمل وجه، وكل ده بفضل فهمنا للعلم.
وده بيخلينا نفكر فين تاني حوالينا في حياتنا بنشوف نفس الفكرة دي، فكرة استخدام الموصل والعازل مع بعض في نفس الحاجة، من أول الترمس اللي بيحفظ المشروبات سخنة لحد أسلاك الكهرباء المعزولة والجدران العازلة في البيوت. العلم ده موجود في كل تفاصيل حياتنا. أحب أعرف رأيكم في المحتوى ده. لو عجبكم ادعمونا بلايك واكتبوا رأيكم في التعليقات، ولو تحبوا ترشحوا موضوعات معينة للحلقات الجاية اكتبوا لي في التعليقات وهيتم تلبية الترشيحات في أقرب وقت. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إلى هنا أعزائي تنتهي بنا أحداث هذه الحلقة الممتعة، وإلى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.